انا طولي 185، وزني 80 كيلو. الفرق بقى ما بين ان جسمي يبقى يعني في الايديال كده، في اللي هو الجسم المثالي ال 100%، 5 كيلو بس. بقالي 3 سنين هموت وازيدهم. بعمل اي حاجه، باكل كل حاجه، برده ما بيفرقش معايا. واقف عند ال 80 ما بزيدش. حلويات، سكريات، كربوهيدرات، اي حاجه بتيجي بزيد، لكن مفيش. اقصى حاجه عملتها اني كنت 70 كيلو، وصلت لل 80 في سنه. من بعدها بقى ما شفتش، مفيش، خلاص كده مش عارف ازيد تاني. طبعا انا في الحوار ده بقالي 3 سنين ان ازيد عن ال 80 مش عارف. السؤال ده خلاني ابحث وادور واشوف ايه السبب اللي يخليني ما بزيدش في الوزن، وايه السبب اللي بيخلي معدل حرقي عالي. يعني انا كواحد لما بقعد من الجيم بخس، ما بزيدش في الوزن. الثانيه بتقعد بتتخن. ايه الفكره بقى؟ ايه السبب ورا الموضوع؟ وهنا حابين نرحب بالمايسترو بتاع الفيديو ده، كينج اللعبه معانا، الاسد عود دايره، كابوس البلد، الغده الدرقيه. الغده الدرقيه دي هي غده شبه الفراشه كده، موجوده عند الرقبه بتاعتك هنا. طولها 5 سم، عرضها 3 سم، ووزنها 30 جرام. اهو ال 30 جرام ده بقى بيوصل له دم 5 مرات الدم اللي بيوصل للكبد، ومعدل 5 مللي في الدقيقه لكل جرام. يعني بحسبه بسيطه جدا، 5 في 30 ب 150 مللي في الدقيقه، بتكفي الثيرويد جلاند او الغده الدرقيه كامله. كل ده عشان الغده الدرقيه بتتحكم في الميتابوليك ريت بتاعك، معدل التمثيل الغذائي او معدل الحرق في جسمك. طبعا الغده الدرقيه بتقوم بوظيفتها عن طريق غده ثانيه مهمه، واسمها الغده النخاميه او الغده الرئيسيه، سيده الغدد زي ما كانوا بيقولوا لنا في اعدادي. وده من خلال انها بتفرز هرمون. يعني ربنا يبارك للراجل اللي سمى الهرمون ده او اكتشفه. هم عالمين بس الصراحه يعني اسمهم صعب جدا، فيعني فاكس، بس والله ربنا يبارك لهم. سموه اسم سهل جدا، وهو هرمون التي اس اتش، الثيرويد ستيميوليشن هرمون، هرمون المحفز للغده الدرقيه. بسيط. بقى العلماء التانيين بقى يقعدوا يسموا لنا اسامي مش عارفين جايبينها منين، انما ده الناس ديت كانت ناس رايقه، قاعدين رايقين كده، قال لك يا باشا احنا نترجمها وناخد اول حرف من كل كلمه وخلاص. تي اس اتش ده بقى لما بيروح على الغده الدرقيه بيحفزها انها تفرز الهرمونات بتاعتها، هما التي 3 والتي 4 والكالسيتونين. هنا بتبدا وظيفه الغده الدرقيه. وظيفتها الاساسيه ان هي تتحكم في التمثيل الغذائي بتاع الخلايا. عندنا التي 4 ودي يعني ايه، هرمون ضعيف شويه، وده بيحاول يحافظ على البادي ميتابوليزم بتاعك في الستيدي ستيت، في الحاله المستقره. اما التي 3 وده اقوى من التي 4، لا واقوى بكتير، اقوى منه ب5 مرات. احفظها كده، يعني انا ايه ببصمجها بالطريقه دي. 3 بتيجي قبل الاربعه، فالثلاثه اقوى من الاربعه. تقول لي في الرياضه الاربعه اكبر من 3، اقول لك لا هو في الطب كده، الثلاثه قبل الاربعه، فالثلاثه بتبقى اقوى من الاربعه. احنا بنبصمجها كده. عشان كده التي 3 بتشتغل على الرابيد ميتابوليك اكشن، الغذاء السريع. انت لسه واكل يا باشا، خش يا باشا احرق لي. وده عن طريق ان هي بتسرع عمليه الميتابوليزم عندك من خلال زياده الاستهلاك من الاكسجين اللي داخل الجسم، وتزود استجابه الخلايا والانسجه من الهرمونات الثانيه. ده مثلا بقى الانسولين لو انت واكل حاجه فيها سكر وكده، يعني عشان ايه، تحفز دخول الخلايا بسرعه. وخلي بالك ان التي 4 بيتحول لتي 3 في الكبد عشان يشتغل. دي معلومه مهمه، خليها كده عشان ايه هنذكرها تاني قدام. تقول لي يا عم يوسف ماشي، يعني انا ايه دخلي بقى بالقصه دي كلها، يعني فين مشكلتي في الموضوع؟ لك يا باشا ما هي دي اول مشكله عندك. لو انت عندك زياده في نشاط الغده الدرقيه، انت عندك معدل الحرق بقى عالي، وبالتالي انت بقيت عامل زي الفرن، اول ما يرمي لك اي حاجه بتحرقها على طول، تقوم تتمشى تحرق. طبعا الموضوع ممكن ما يكونش واصل لدرجه المرحله المرضيه. المرحله المرضيه مثلا اللي هي الهايبرثايروديزم ليها مواصفات ثانيه. يعني المريض بيكون خاسس وعنده ويت لوس، بس بيكون عصبي، بيعرق بسرعه، والهارت ريت بتاعه عالي. ممكن الموضوع يوصل ان في بالجنج في الاي، يعني في العين بتاعته بتبقى منتفخه، جلدك دافي وناعم وبتعرق بسرعه، فتبقى مويست كده رطب. المواصفات دي لحاله مرضيه اللي هي هايبرثايروديزم، بيبقى لها علاقه بمرض تاني اسمه الجويتر، ويبقى فيها تضخم في الغده الدرقيه. ولكن انت عادي، ممكن ما تكونش واصل للمرحله المرضيه ديت، ولكن برضو الحرق عندك عالي. فالموضوع بسيط يا معلم، هتروح للدكتور، هتعمل تحاليل للغده الدرقيه، تشوف نشاط الغده الدرقيه والهرمونات بتاعتها، وتستنى نتيجه. والله الهرمونات عندك زايده، عادي ممكن تاخد ادويه زي البروبرانولول، بيتا بلوكر، او كاربيميزول، بقى اللي هي انتي ثايرويد يعني. طب يا عم يوسف انا الحمد لله رحت وعملت التحليل وما طلعش عندي مشاكل، بس لسه برضه باكل وما بتخنش. اقول لك يا معلم وانت في سكتك بقى اعمل لي تحليل سكر بالمره. طب ليه السكر؟ ايوه يا ابني، ما احنا عندنا تايب 1 وتايب 2 دايابيتس، النوع الاول والثاني من السكر، واللي في الحالتين ما بتعرفش تستفيد من الانسولين اللي بيتفرز في جسمك. ايه المشكله يا يوسف؟ انا مش عارف استفيد من الانسولين، يعني ايه اللي هيحصل يعني؟ ما هو انت في المرحله دي يا معلم لو كلت اي كربوهيدرات او كلت اي حاجه فيها سكر، دمك هيبقى الجلوكوز فيه عالي، لكن مش عارف يستفيد منه. الجلوكوز ده هو مصدر الطاقه بتاعك، فالخلايا مش عارفه تستفيد لان الانسولين اللي بيتفرز مش بيقوم بشغله. سواء بقى الانسولين مش بيتفرز او بيتفرز بكميات قليله اللي هو النوع الاول، او في مقاومه من الخلايا للانسولين ده النوع الثاني، ده الاشهر عامه. بالتالي الجلوكوز اللي موجود في الدم ما بيخشش الخليه، فالخليه ما بقاش عندها طاقه، فالجسم يعمل ايه؟ يقوم بص على اي مصدر تاني للجلوكوز عشان يبقى فيه طاقه. خلي بالك ده اللي بيحصل لك في حاله الصيام، انت اصلا ما بتاكلش فما فيش مصدر للجلوكوز، فبنشوف بقى المصادر الثانيه زي مثلا الجلايكوجين اللي بقى متخزن في الكبد، هو جلوكوز انت كنت واكله قبل كده والكبد خزنه عشان الاوقات اللي زي دي، بيتحول لجلوكوز وتستفيد منه الخلايا، وبعد ما يخلص تقوم الخلايا داخله على حاجه ثانيه وهي الدهون، تبدا بقى ايه تحرق في الدهون اللي عندك ديت عشان تستفيد منها وتحولها لجلوكوز. طبعا ده بيعمل لي مشاكل، ان الدهون دي لما بتتكسر بتتحول لفاتي اسيدز، والفاتي اسيدز تتحول لكيتون بادي، في الاخر تشم ريحه اسيتون في بقك وفي البول. الموضوع يقف عند هنا؟ لا، ما هو انت بقى مفيش، انت عمال تاكل ومفيش
حاجه بتخش جوه والسكر بتاعك عالي، قوم الخلايا داخله بعد كده على البروتين. صار لي بقى في البروتين ده تلاقي بقى عندك ماسل ويكنس، انت عندك ضعف في العضلات بتاعتك، مش قادر تتحرك، مش قادر تعمل حاجه، عمال تخس وتنزل في الوزن وانت مش فاهم ايه الدنيا. بالمره معاك حلل سكر عشان نشوف الدنيا برضو انت السكر بتاعك تمام او لا. والله السكر طلع فيه مشاكل، هيتعالج، ناخد بقى انسولين بقى، ناخد الادويه بتاعتنا، نمشي مع دكتور باطنه بقى يظبط لنا الدنيا. طب ما عنديش سكر والدنيا تمام، نخش على المشكله الثالثه واللي بشرك بنسبه كبيره يا معلم هنا ان انت عندك ديدان. الديدان بقى عندنا منها انواع، في الديدان اللي بتتغذى على الدم بتاعك، في الديدان اللي بتتغذى على الاكل بتاعك. دول اللي بتتغذى على الدم عشان يعني يبقى ده شرف انها ذكرت في الحلقه ديت. اشهر دوده عندنا وهي الانكلستوما اللي بتشبط في الامعاء بتاعتنا وبتبدا تمتص منها الدم. الدوده الواحده بتاخد نص سنتي من الدم في اليوم، يعني لو 100 دوده بياخدوا بتاع 50 سنتي في اليوم. ده بيظهر عليك لما انت بقى عندك انيميا، فبتروح تعمل تحليل يطلع عندك ديدان وهكذا، وبتاخد بقى شربة الديدان انت والعيله كلها في البيت. نخش على الديدان النوع الثاني وهي الاسكارس والتني، بتتغذى على الاكل بتاعك، بتاكل من هنا وثلاث ارباع اكلك بيروح الديدان دي بتاكله. تعرف عليه تحليل بسيط هنا، بتعمل تحليل البراز والدنيا بتبقى معاك تمام يعني. قال لي يا عم يوسف طب انا عملت تحليل الديدان وشفت الحوار ده وما طلعش عندي حاجه. هنا اسالك سؤال خطير ولازم تركز فيه معايا، هل بيبقى عندك نقص في الوزن مع فقدان للشهيه؟ مبقاش ليك نفس تاكل؟ لو فالموضوع هنا قلب في الجد. هنا ممكن تكون يا ضرن السل، يعني ربنا يشفينا ويبعد عنا، والموضوع بناخد تطعيمات يعني، فالموضوع بقى قليل قوي انه يحصل. اورام اعوذ بالله وربنا يبعد عنا كلنا، بقى في الكلى، في المعده، في الامعاء، والتهاب، وممكن يصل لتليف في الكبد. وزي ما قلت لك التي 4 بيتحول لتي 3 في الكبد، فعامل لنا مشكله. لو لا فالحمد لله احنا كده وصلنا بقى ايه للعوامل الطبيعيه اللي ممكن تحصل، وهو رقم 5 او رقم 4 مش فاكر يعني، وهو العامل الوراثي. في الاغلب يا صاحبي احنا يعني معظمنا يعني بنرث وزننا وطولنا ده بناخده بالوراثه يعني، لا وفي عوامل جينيه برضو بتاثر في الموضوع. يعني مثلا في حاجه اسمها الدهون البنيه. الدهون البنيه دي لو عندك من وانت صغير يعني زياده، بيبقى معدل الحرق عندك عالي، وبالمناسبه بتبقى موجوده في الاطفال بنسبه كبيره، فمعظم الاطفال يعني بيبقى عندهم الحرق عالي على طول مهما ياكلوا. الاطفال اللي هي وارثه السمنه تقريبا. بس معلومه وراثه السمنه دي انا يعني ايه مش متاكد منها، لان لحد دلوقتي في ناس مش فاهمين ايه السبب الرئيسي ورا السمنه يعني، فاهم؟ ولكن العامل الجيني ليه دور مهم جدا في حوار ان انت يبقى الحرق عندك عالي كده. وتقول لي بقى يا عم يوسف انا ما عنديش اي حاجه من الحاجات دي، الحاجات دي كلها مش موجوده عندي، ولا الحمل الوراثي ولا الديدان ولا الدنيا دي كلها. بقول لك يا باشا احسب معايا الحسبه البسيطه دي، وهو حسبه البي ام اي او كتله الجسم. تجيب وزنك بالكيلو جرام تقسمه على مربع طولك بالمتر، خلي بالك بالمتر مش بالسنتي. انا وزني 80 كيلو، طولي 185، فانا هضرب 1.85 في 1.85، هو يعني مربع الواحد 85 يعني، وانا طلع لي البي ام اي بتاعي ب 23 وكسور كده كتير. وده يا معلم معدل كتله الجسم طبيعي جدا. انت لو اقل من ال 20 نبدا نقول ان ده خطر، دي كده فيها مشكله، انت كده في مشكله وانت اقل من 20. سيبها كده مع نفسك وشوف نفسك، هتلاقي ان انت اقل من 20 ده خطر. انما 20 وانت طالع لحد ال 25 انت كده تمام. على من 25 بقى انت كده قصه ثانيه، زياده في الوزن وبتاع دي مش تبعنا يعني. وهنا احب اديك معلومه بسيطه جدا يا باشا، ده الطبيعي بالنسبه لجسمك، جسمك مش محتاج الوزن الزياده ده. يعني انا كيوسف عايز 5 كيلو زياده عشان يبقى 85 مناسب مع الطول 185، جسمي نفسه مش محتاجه الوزن ده كله. ال 5 كيلو دول جسمي مش محتاجهم في حاجه، بيقوم بوظايفه، بيقوم بدوره، بيعمل كل حاجه، الجسم مش محتاجهم. لكن انا كيوسف عايزهم يعني، فاهم؟ انا كيوسف كده ايه عايز ازود ده، وكمان عايز ازوده عضل، فالموضوع صعب جدا. لكن كاحتياج اساسي لا انا مش محتاجهم في حاجه. انت لو حسيت الحسبه ديت وتقيت ان انت وزنك ما بين ال 20 لل 25، قصدي البي ام اي بتاعك يعني، انت جسمك مش محتاج الزياده اللي انت عايز تزيدها دي، مش محتاجها في حاجه يعني، دي رفاهيه كده، انت عايز تزيدهم قشطه، عايز تزيدهم ماشي مفيش مشكله. من هنا يا معلم نصيحتي ليك ان انت تاكل وتنظم اكلك، مش تاكل وخلاص يعني، تنظم اكلك. يعني مثلا بتبدا ان انت بتحسب الكالوريز اللي انت بتدخلها، وهي الفكره هنا في الكالوري، تبدا تدخل بما يصل وتبدا تتدرج في الكالوريز بتاعتك بما يصل ل 2000 و3000 كالوري. وخلي بالك بقى انت هتنظم الموضوع ازاي بحيث ان الكالوري يجي لك من حاجات بسيطه وبتدي كالوري عالي، زي الدهون الصحيه. اشهر مثال ليها الفول السوداني، شويه السوداني كده اللي انت بتجيبهم ده اللي بنحطهم على البسبوسه والحاجات ديت، لو تاخد لك كبشه كده كل يوم معلم انت كام معلم. الدهون الصحيه يا معلم بتديك 9 كالوري لكل كيلو جرام، ضعف البروتين وضعف الكربوهيدرات، لكل واحد فيهم بيدي 4. بالمناسبه لقيت ان الكحول بتدي 7 فيعني، لكن احنا مش هنشرب كحول يعني، مش عشان ازود وزني يعني ايه اروح اخد ال7 كالوري دول من الكحول، هزيد في الوزن يعني هزيد في الوزن. فالموضوع كله بسيط جدا يا معلم، انت بس تنظم اكلك وتبدا تهتم بالكالوريز وتبدا تدرج فيها، الموضوع ده مهم جدا، مع البروتين طبعا وجبات البروتين بتاعتك. وتاني حاجه هي التمرين، يعني روح اتمرن، حاول ان انت ما تكونش زيادتك زياده دهون في جسمك، يعني حاول تكون الزياده زياده عضلات، ده هيكون احسن ليك وهيديك شكل جسم احسن. فانزل التمرين واتمرن، اعمل ضغط على العضلات، اعمل مقاومه للعضلات بتاعتك، تبدا تكبر تلقائيا مع نفسها يعني وتزيد عضل. وبس يا معلم ده كان كل كلامي من الفيديو ده، اتمنى ان انت تكون استفدت من الفيديو باي شكل كان يعني. لو استفدت منه متنساش تدعمنا بلايك وشير سبسكرايب، فعل الجرس عشان تنزلها. بس يا معلم اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.